مرحبا بكم في قناة ميمي. اليوم راح نحضروا الخبز. هي وصفة سهلة، برك لازم تتبعوا الطريقة. لهاد الوصفة يلزم لكم 2 حبات بيض، ديروهم في ميكسور. من بعد راح نضيفوا لهم 5 مغارف تاع سكر عادي. نخلطوا المقادير. من بعد راح نضيفوا نص كاس تاع زيت. وملعقة كبيرة تاع ملح، يعني تكون مليحة، تكون معمرة مليح. من بعد راح نزيد الحليب اللي هو 3 كيسان تاع حليب. الحليب هنايا يلزم دفيوه، ما يكونش سخون بزاف، يكون دافي فقط كما راكم تشوفوا. هنا كان خاصني شويه حليب، زدت الحليب 3 كيسان في كيلو فرينه. اذا كان اقل من كيلو نقصي الحليب. من بعد راح نعاود نشعل، نزيد نخلط مليح مدة 5 دقائق. نخلطي بعد ما تضيفي الخميرة الكيميائية، تزيدي تخلطي 5 دقائق باش تتفاعل الخميرة مع المواد. هنا الخميرة ضيفي 3 ملعقتين ونصف، يعني 2 مغارف ونصف. يكونوا معمرين مليح. هنا خميرة تاع الخبز. نعاود نشعل. هنايا عندي كيلو تاع فرينة، اقل من كيلو يعني، بصح هي في الوصفة كيلو. تلمي الفرينة ديالك بهذاك الخليط. مع الاول ديري بشويه، بعد تشوفي العجين تاعك شحال يشرب فرينه، ما ديريهاش كومبلي باسكو تقدر تجي جاريه حسب الفرينه يعني. هنايا جات شويه جاريه، ولكن بعد العجن راح تشرب مليح وراح شغل تنشف. من بعد راح تتماسك، ونضيف لها شويه فرينه. يعني جميع المخبوزات لازم ديروهم طريين، ما يجوش يابسين. اذا جات يابسه كوني متاكده بلي ماش عاد تخرج مليحه. ما راكم تشوفوا بعد العجن، شوفوا ماشي تلصق. كي تعجن مليح ما توليش تلصق، وبعد ما ترتاح خلاص. بعد ما ترتاح ماش حتزيد كاع تلصق. هنايا درناها في البول، وغطيناها بطرشونه، خليناها ارتاحت. شوفوا كيفاش رجعت بعد ما ارتاحت. نقسموها على 3، بعدين حنشكلوا هذا، نشكلوا 3 كريات.
نحطو تاع الفرينه ونغطوهم بالمنديل. نحل العجين بالطول، يعني قد ما تكون طويله قد ما مليح، ولازم تجي رقيقه. راكم تشوف صوره كيفاش راهي رقيقه. ونذكر قد ما حليتيها بالطول بزاف قد ما مليح. يعني هنا عندي مساحه قصيره، تقدري ديري اذا كانت عندك مساحه اكثر تقدري تحلي اكثر. هنا نشكلو بودة او مستطيل. الزوائد اللي في الجنب ندخلوهم بالاصبع باش ما يخرجوناش. وهنا نغلقو عادي الخبز تاعنا. هنايا لازم تكتريش الفرينة على العجين، لانه حتكون طبقة عازلة ما ماناش حابين تكون هذيك الطبقة اللي حد تمنع العجين من مضاعفة الحجم. درناها في بلا كنا دهناه بالزيت وفارينة باش ما يلصقش. خدمنا لي بودان تانيين جاو 3، غطيناها وخليناها تخمر لمدة 3 ساعات. 3 ساعات ضعف الحجم ديالها كما راكم تشوفوا. اذا كنتوا في الشتاء شعلوا الفرن تاعكم وعادوا طفوه ودخلوا الخبز تاعكم يخمر. هنايا بعد ما طاب درجة حرارة عالية، تكوني سخنتي قبل الفرن قبل ما تدخليها، وتطيب من 20 حتى نصف ساعة. لازم تشوفيها كامل حمارت ومن تحت لازم تكون حمراء. وهنا راكم تشوفوا كيفاش جات طرية.